الإلكترونية خبرا مفاده أن ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الدولية دفع بعض الموردين إلى رفع السعر بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال العمل على خفض وزن وجودة قنينات الغاز وسلامتها، وهو الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة والتي تساهم بشكل أو بآخر في إرباك المواطنات والمواطنين. السيدة الوزيرة المحترمة، إننا في فريق الأصالة والمعاصرة نثمن المجهودات التي تقوم بها الحكومة من خلال المراقبة والتتبع وكذا دعمها لغاز البوتان وتخصيصها لميزانية مهمة لهذا القطاع من خلال صندوق المقاصة. وعليه السيدة الوزيرة ندعوكم إلى طمأنة الرأي العام الوطني من خلال تقديم التوضيحات اللازمة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وذلك بتأكيد مدى صحة هذه الأخبار من عدمها، وكذلك كيفية التصدي للخروقات إن وجدت، والضرب بيد من حديد لكل المتلاعبين بهذه المادة الحيوية. وبالتالي نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل تعزيز ومراقبة جودة ووزن وسلامة قنينات الغاز المعروضة في السوق الوطنية، ومدى استجابة هذه القنينات للمعايير المعمول بها، وكذا مدى ملائمتها للتشريعات المعمول بها في هذا المجال. شكرا السيد النائب المحترم. تعقيب السيدة الوزيرة. شكرا السيد الرئيس المحترم وشكرا السيد النائب المحترم. قبل ما نتكلم على الغاز بوتان غادي غير نشير بعجاله لهذيك المكافاه ديال المبادره اللي كنا طلقنا اللي غادي نوزعوا ان شاء الله في الاشهر المقبله قبل الصيف، لانه تقريبا 8 مليون ديال المغاربه اللي نقصوا الاستهلاك ديالهم الكهربائي ما بين نوفمبر وديسمبر من العام اللي فات. هذا الشيء مكننا باش نخفضوا الاستهلاك ديال المغرب تقريبا 800 جيجا وات في الساعه. فهذه نوع إضافة إلى الدعم للغاز بوتان والدعم المباشر للكهرباء، غادي يكون هذه المكافأة اللي غادي توزع باش تعزز الاستهلاك وتعزز الدعم للزبناء واستمرارية هذه المبادرة. فيما يخص غاز بوتان طبعا بغيت نحث على السلامه اللي مرتبطه باستعمالات قنينات الغاز بوتان. الوزاره كيف ما كتعرفوا كتسهر على المراقبه ديال مراكز التعبئه بطريقه منتظمه، وكنقوموا بزيارات مفاجئه ميدانيه لهذه المراكز. فبغيت غير نوضح بانه كيكونوا هذه الزيارات بطريقه مفاجئه. القنينات كتخضع عند الصناع لفحوصات دقيقه وكتاخذ منهم عينات كتجرى عليها تجارب تدميريه للتاكد من قدرتها على تحمل الضغط، وايضا واحد الاختبار هيدروليكي الاجباري مباشره بعد الصنع على كل قنينه غاز، واحد اختبارات دوريه اجباريه مع ذلك اللي كدار مع مراقبه الوزاره. بغيت غير نشير انه فيما يخص شحال درنا ديال الحملات في مراكز التعبئه في سنه 2022 درنا حملات لمراكز التعبئه لمراقبه الوزن ديال المحتوى ديال قنينات غاز البوتان داخل هذه المراكز. راقبنا تقريبا 12240 قنينه من مختلف الفئات، وتلاحظ ان متوسط كميه المحتوى ديالها كيقارب الوزن المحدد قانونيا. شكرا. هل هناك من تعقيب اضافي؟